رجعنا لكم مرة تانية. موضوع رحلة العائلة المقدسة احنا اتكلمنا فيه كتير جدا ليه من كتر أهميته، واتقال أكتر من مرة إنه مشروع قومي يخص مصر كلها، ومش بس يخص المصريين، لا كمان بيخص المسيحيين في العالم كله، إنهم بيبقوا عايزين أكيد يشوفوا العائلة المقدسة مشيت في أماكن شكلها عامل إزاي، وبركت مصر بأي شكل، والحكايات اللي بنسمعها وقصص التراث اللي اتنقلت من عيلة لعيلة لغاية ما وصلت لنا دلوقتي، والأماكن اللي لغاية دلوقتي فيها معجزات. يعني الحقيقه ان في قصص كتير جدا تخص رحله العائله المقدسه، ومسار رحله العائله المقدسه زي ما قلنا حاجات بسيطه جدا وهيتم افتتاحه بالكامل. بنتكلم على الرحلات المجمعه، والنهارده اللي هيرد علينا الاستاذ جورج اندراوس، الخبير السياحي وعضو غرفه شركات السياحه. يا اهلا وسهلا. اهلا بيكي. منورنا. بوجودك يا فندم. اقول مبروك ولا لسه برضه شويه؟ لا نقول مبروك. نقول مبروك صح بقى. نقول مبروك. نفرح بقى. بالظبط. المره اللي فاتت احنا قلنا في امل، المره دي نقول مبروك. اتكلمنا في الموضوع ده كتير جدا، والموضوع مظبوط. اصلا مفتوح فيه كمان بقاله مظبوط. سنين وسنين، واشتغل فيه رجال اعمال، واشتغل فيه شركات، واشتغل فيه الدوله طبعا دلوقتي بشكل كبير. مظبوط. فخلينا نتكلم كده، انت شايفه ازاي لما خلاص احنا بنعمل راب اب، لا بنلم بقى الموضوع كله. تمام. فخلينا نتكلم، انت دلوقتي شايفه بقى عامل ازاي، وصل شوفي حضرتك، هو اخر حاجه طبعا لسه من كام يوم بدأ يكمل جبل الطير في المنيا. واتعمل الطريق كويس قوي، ولسه مفتتحين هم حاجات كتيره قوي. كان في احلام ان رجال اعمال تعمل تلفريك هناك بالظبط. ما هو ده تمام هيتعمل. وفي خاصيه نازله جديده اللي هي الفي ار الجديده، التكنولوجيا الفيرتشوال. ان الولاد يعني يهمنا اكتر ربط الرحله دي، نقول على خطوات السيد المسيح من اول الميلاد لغايه الهروب من هنا، وبعدين رجوع القدس تاني او فلسطين، رجوع دوله فلسطين تاني، وتكمله لغايه حياه السيد المسيح كلها، لغايه المراحل الاخرانيه في حياته ال 33 سنه كله. كويس قوي. مصر هي البلد الوحيده في العالم كله اللي زارها السيد المسيح. ومعروف كده في الانجيل، قال لي يوسف النجار ايه؟ خد الطفل وامه واهرب الى مصر. مفيش بلاد تانية، مع ان في بلاد قريبه هي الملجأ. يعني كان في بلاد قريبه، هي مش اول مره تبقى ملجأ. طبعا ابونا ابراهيم كانت ملجأ ليه. موسى النبي عاش هنا وقال تربى بحكمه المصريين. تمام. يوسف الصديق ملجأ ليه، والعائله المقدسه كانت ملجأ ليها، عائله ككل. فخطوات السيد المسيح كلها بما فيها ربطها بيت لحم اللي اتولد فيها السيد المسيح، اللي اليومين دول لو متابعين الاخبار او متابعين الصلوات اللي بتحصل في عيد الميلاد بالذات، بتلاقي حضرتك كل الطوائف بتروح بيت لحم في عيد الميلاد. ليه؟ ده مكان الميلاد. بيت لحم مكان الميلاد. النجمه اللي موجوده اللي كان لسه القداس بيحصل فيها، دي النجمه، ده مكان المزود اللي اتولد فيه السيد المسيح. دي مزار لوحده، قصه داخل في مجموعه بيت لحم. دولة. طب معلش خلينا، انا طبعا احنا تمام. للاسف شديد، وده حاجه تزعل وتكسف، تمام، ان احنا مش عارفين كويس قوي ايه هي خطوات الحج كحج معترف بيه على مستوى الحج المسيحي. فاحكي لنا كده ايه الخطوات دي واحده واحده، وبعدين اللي هي بقت على هامشها او بجانبها رحله مهمه جدا، وهي رحله العائله المقدسه لمصر. تمام. هو رحله الحج المسيحي كحج مسيحي دايما في عيد القيامه. كويس. وفي عيد القيامه بيكون في طقوس معينه بالظبط نشبهها بحج اخواتنا المسلمين في الحج والعمره. كويس. حلم كل مسيحي، شعائر. حلم كل مسيحي في العالم اجمع هو زياره القدس او فلسطين، بما فيها بيت لحم بيتحرك من اول مكان الميلاد، وبعدين مكان الصبا، الحياه لما كان السيد المسيح لسه طفل صغير، دي في حته اسمها النصره، لان من النصره دعوت ابني. فدي فيها المنجره بتاعت يوسف النجار. يوسف النجار طبعا كان هو المتولي او المسؤول عن رحله عن العائله كلها، العائله المقدسه، ده بامر الهي يعني. ففي النصره عاش السيد المسيح الفتره بتاعت الصبا. كويس. ده مكان للزياره برضه. للزياره. بعد كده اول معجزه عملها السيد المسيح في قانا الجليل، حاجه اسمها عرس قانا الجليل. دي بلد اسمها قانا الجليل، فيها نفس الاجران اللي السيد المسيح عمل فيها اول معجزاته. بعدين بنتحرك بعد كده على
الحياه نفسها، الاماكن اللي بدا يوعظ فيها، الاماكن اللي بدا يعيش فيها، بحر طبريه، مطرح ما قال لبطرس ارمي السمك يا بطرس، هات يا بطرس، وبدا يجيب التلامذه ويدعوهم في المكان ده عند بحر طبريه. وبعدين بنتحرك. المسافات بين المدن دي المسافات طبعا مش بعيده قوي. بيتحركوا بأتوبيسات الناس؟ طبعا احنا الاتوبيسات بتبقى موجوده، بتاخد العميل من اول المطار لغايه لما ترجعه المطار، ما هياش بالعكس. هناك ابعد مسافه هي 180 كيلو او 190 كيلو، اللي هي النصره اللي بحكي لحضرتك عليها. بنرجع بعد كده، المفروض ان احنا بنكمل ال 14 مرحله بتوع الصلب. دي لوحدها حج او طقس او مشاعر وشعائر بتتعمل. من اول مرحله المحاكمه بنفضل ماشيين ال 14 مرحله، وفي طوايف كتير وبلاد كتير. هو ده بقى الربط ما بين ان احنا ازاي نقدر نربط ما بين الاجنبي اللي بيجي والارثوذكس مثلا، ارثوذكس اللي بيجوا مثلا من بلاد بعيده جدا. كتير قوي مهجر، اولاد المهجر بالذات بيبقى عايز يعمل الرحلتين في وقت واحد، فيبدا من مصر. الاول ممكن يبدا من مصر ويعمل الخطوات بتاعت العائله المقدسه في مصر. المسار بتاع العائله المقدسه كويس. اللي بدا يبقى هايل جدا واماكن كتير فتحت جدا. احنا قريب هنبقى ان شاء الله بنعمل حلقات اكيد في طبعا انتوا مغطينه كويس ومتابعكم، وحاجه جميله. في حاجات كتيره قوي بدات تفتح، طرق جديده بدات تتعمل، موافقات بدات تبقى ماشيه. الناس هناك مستوعبه الفكره وعارفه ازاي تتعامل مع السائح الروحاني او على فكره ده كمان حواليها، يعني حواليها انا بشوف ان دي ميزه كويسه جدا. في اطار التنميه اللي احنا بنقول عليه، اللي هو تنميه الصعيد وحياه كريمه، قرى، تطوير القرى. لما يكون في مزار زي ده مهم جدا، مثلا زي جبل الطير، حواليه ناس ممكن تشتغل، ممكن يعملوا منتجات تتباع للسايح اللي جاي. صحيح. ما بيحصلش لسه دلوقتي ولا ده محطوط في الخطه؟ لسه بس اعتقد ان لازم يتحط في الخطه. هتفرق كتير. تنميه يعني تنميه بشريه للناس. حرام اللي قاعده اللي عايشه في المكان ده ممكن تشتغل طبعا تستفيد. بالظبط. في حاجه، احنا البلد الوحيده اللي زارها السيد المسيح اصلا. يعني منتج فريد ده لوحده يخليك يعني على قمه السياحه الروحانيه مفروض. طبعا يعني بحار، في بلاد كتير فيها بحار. اثار برضه اثار كتير، رغم ان احنا لكن عندنا متفردين بزياره المسيح. لكن زياره العائله المقدسه او زياره السيد المسيح احنا الوحيدين. ده لوحده مش كده احنا متاخرين قوي جدا في ان احنا نكون بنروج للمكان ده بشكل جدا كويس. يعني من 98 هو الحقيقه من 98 بس خلي بال حضرتك احنا من 98 ل 2014 الملف ما كانش متحرك كويس. كان بيتحرك ببطء شديد جدا. يعني انا اول لقاء حضرته زمان جدا في سنه 2000 لما اتعملت الالفينيه الثانيه واتعمل الكتاب واتعمل البوستر وبدات نسمع عن ان يكون في مسار للعائله المقدسه. احنا بنتكلم دلوقتي 2023، يعني ما شاء الله 23 سنه. احنا كمان في حاجات كتير اخرتنا في النص، يعني وقفت الملف تماما. معاكي يعني حق، معاكي حق. الكورونا وكتير حاجات كتير. بس والدوله بتتعاون بشكل كويس، على الاقل البنيه التحتيه اهي نوعا ما جدا. لا يعني انا لسه كنت هناك من اسبوعين، لا الموضوع بدأ يتطور جدا كويس. والطريق الشرقي مع الطريق الغربي، الطريق بدأ يبقى اللي هو الطريق الجديد، طريق الجيش. لا في تغييرات. كان من ضمن الحاجات اللي سمعتها مشكله وقفت عندها وفضلت ماسكه في دماغي، انه طبعا اللي بيزور بيت لحم وبيعدي على الاماكن وال 14 نقطه اللي عدى عليهم السيد المسيح، هتلاقي بين كل 5 متر في كنيسه اكيد. يعني احنا كنا بنقول على النقاط بتاعت مصر، كنا بنتمنى كمان انه يبقى الاوتيلات اللي موجوده تبقى فيها غرف للصلاه، يبقى في لو مش هتبقى كنايس، لان في اماكن كتير جدا ممكن ما يبقاش، او تبقى كنيسه بعيد قوي عشان تروح لها. فاعتقد دي كانت من الافكار برضو اللي اتقالت وعجبتني، انه لازم في كل اوتيل مثلا هيبقى بيخدم المناطق دي يبقى معمول فيه، انا مش عارفه بيبقى اسمها ايه بقى، غرفه صغيره للصلاه او كنيسه صغيره. بس على فكره هم هناك مش عاملين ده. ما احنا ده اللي هناك قصدك في لا في فلسطين مش عاملين ده خالص. لا هي كنايس نفسها الكنايس نفسها. يعني حتى احنا مثلا في عندنا قداسات، يعني في اوقات زحمه بنحاول ان احنا نعمل قداسات معينه لان الكنائس كلها ما بتستوعبش، خصوصا ان احنا عندنا حد. على فكره ده لازم يعني
الراجل فعلا شغال كويس قوي، انه حتى بيعمل اماكن معينه للصلاه بزياده عن اللي موجود دلوقتي، لان استيعاب هم كل اللي بيروحوا 3000 شخص من مصري، مش اكتر من كده. لكن اللي عندنا بيجوا حصر بيهم واضح جدا وظاهر، تقريبا يعني ما بيطلعوش مع نفسهم. لا 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 لا، لازم مفيش حد. رحلات منظمه لازم برحلات منظمه، ورحلات ليها ضوابط معينه طبعا. بتنزل، والضوابط ديت صارمه ومظبوطه، ولازم يكون كده. ما ينفعش انه يطلع مع نفسه او لا لا يتحرك مع لا نفسه لا او لا يروح بالمره، مفيش كلام. لا 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 حركات خالص. محسوبه جدا. لا طبعا طبعا طبعا. بدأ ان هو يعني يعمل اماكن كويسه للصلاه. كويس. في حاجه معينه ان انت كنت بتقولي انه هناك مفيش حكايه انه في كنائس منفصله او كنائس تبع الاوتيلات او كده. لا لا، اللي بيروحوا النقاط نفسها لا. هو احنا المفروض نتشجع، ومفروض نشجع كل مسيحي مصري عايش في العالم كله، لان احنا لو ما ثبتناش وجودنا في الاماكن دي هتروح مننا. وجودنا في المكان نفسه، زي ما حضرتك مثلا انا عندي بيت ملك وسايبه، ما هو اي حد هيحط ايده عليه. ممكن. صح. صحيح. فلما نبتدي احنا نروح ونزور، نتواجد في الاماكن نتواجد دي في ويبقى الاماكن، لينا طبعا. فده تواجده في مكاني. وده اللي عاملاه الكنيسه المصريه دلوقتي، اللي هي بتشجع ان يبقى فيه حج مصريين في مسيحي. العالم كله على الاقل المصريين في العالم تعالوا كله شجعوا المنتج بتاعنا. تعالوا واقعدوا في مكانكم. يعني يوم مثلا سبت النور او يوم الجمعه العظيمه، اما تكون كنيسه الانبا انطونيوس الكنيسه المصريه مليانه، ده حاجه كويسه لغايه اخر الشارع، فده نظره ان الناس دي جايه في مكانها. الاثيوبيين مقيمين في مكانهم، الروس عندهم كنيستهم، الارمن كنيستهم. لما تكون كنيستنا فاضيه، فيعني انت سايب مكانك. طبعا. ففي برضو حقيقه استجابه، استجابه كويسه جدا. كويس قوي. ولو قدرنا نربط ان كل مسيحيين العالم يقدروا يربطوا الرحلتين مع بعض، هتبقى فعلا طفره لمصر. بنوجه رسالتنا لانهي مجتمعات اكتر، لان انت عارف في مجتمعات مش هتعرف تجمع منهم اللي هم الناس اللي عندها النزعه دي، او انها يحب يروح يزور الاماكن اللي جت فيها العائله المقدسه، او انه يروح القدس. لكن هتلاقي في زي ما بتقولي كوميونتي معين في بعض المدن المهتميه قوي بالموضوع ده. هل انتم موجهين الرساله بتاعتكم للاسواق الصح؟ بص حضرتك، هي اسواق اوروبا وامريكا متمنيه ده قوي بجد. امريكا اللاتينيه وبلاقيها ان السن الكبير. طبعا، ما احنا كلنا حكايه السن الكبير. فلا، بس انا شايف ان لو تشجع الجيل الثاني والجيل الثالث من كنائس المهجر، يعني كنائس المهجر، الناس اللي عايشه في المهجر، اللي هم حتى بالنسبه لهم مصر سماعي. لو الناس دي اتشجعت انها تعمل الموضوع ده، الرحله دي، وتربط مصر مع الدوله الثانيه، مع فلسطين، مع الاردن، نربط الثلاثه مع بعض، لان هو بيعمل لونج ديستنيشن، بيركب طياره. طبعا مسافر مده طويله جدا، على الاقل عايز يجي يقعد هنا 10 ايام، طياره غاليه. يعني زي ما انا اطلع اوروبا، فهبقى عايز ازور 3 دول جنب بعض، عشان انا خلاص قطعت التذكره. تمام. صح. فاذا اتعمل والطريق البري ممكن قوي عن طريق طابه، يبقى برضو مميز. يعني انا اخد من هنا هشغل شرم، هشغل طابه كمان، عشان انا اقدر اوصل لغايه هناك. انا سمعت ان الرحله بتاعت مصر انتم مقسمينها اجزاء، يعني مدين للسائح نفسه حريه الاختيار، ولا بياخد المجموعه كلها مره واحده؟ مش، لا، يعني حريه الاختيار بالنسبه، يعني تقولوا مثلا لا تعالى هنروح نشوف الاماكن اللي زارتها العائله المقدسه في القاهره والجيزه. شوف انت عندك 8 نقاط. احنا أيوة. عندنا 8 نقاط مهمين جدا. تمام. والثمان نقاط احنا بس يعني في بشاير حلوه. احنا المفروض نبدا من العريش لغايه درونكا. اوكي. العريش كلنا عارفين كان فيها قلق كتير، بس الحمد لله. يعني انا بدات اسمع واقرا واشوف ان في مشروعات ابتدت تتعمل هناك، ان كمان غير كده، ان في كماين بدات تتشال، وان بقى في امن في الحته ديت، وبدات الناس تستجيب. فمعنى ان احنا هنبدا تاني من العريش، يبقى يا ريت قوي. انت عندك العريش، وبعدين عندنا الدلتا. الدلتا دلوقتي احنا بنقدر ناخد فيها اماكن، يعني عندنا تل بسطه بيتعمل دلوقتي، وادي النطرون ممكن يتعمل دلوقتي، الصعيد احنا بنوصل لغايه خلاص لغايه درونكا.
موضوع جبل الطير مع الاوتيل اللي اتفتح في جبل الطير، فحضرتك انت تقريبا غطيتي الثمان نقاط بما فيهم النقاط اللي عندنا في مصر في القاهره. يعني انت عندك في القاهره برضو حار الزويله، عندك في القاهره حل الحديد، المرقصيه القديمه، كتير، وفي المعادي المنيا فيها حاجات تانية، المنيا فيها زياره حتى كمان لكنائس في بعضها في مصر الجديده وحاجه زي كده، في الزيتون. الزيتون برضه حلوه جدا. شجره مريم. أيوة. يعني أهم يعني حاجة. في شجره في القدس برضو لو بنتكلم حاجه زكا. شجره زكا دي مجرد ان زكا كان قصير طلع فوق الشجره وكان عايز يشوف المسيح وهو ماشي وهو بيتكلم. الشجره دي موجوده، عاملينها مهتمين بيها جدا، ازاز، ومهتمين بيها قوي وبتاع، و50 60 كيلو علشان تروحي تزوري شجره زكا خالص، او يعني عدى. بس كويس ان احنا بدانا شجره مريم ده فيه اهتمام جامد جدا، وقعدت كتير بيحصل تطوير فيها لانها التطوير بقى حلو. كانت هلكت يعني ما تكون شجره اللي استظلت تحتيها السيده العذراء دي لوحدها. احنا بنتكلم في مزار ديني روحي سياحي ما فيش منه في العالم. اذا كان بنحكي دايما على الطفله اللي شافت العذراء في فرنسا، في مدينه صغيره في فرنسا، يقول لك بيروحها بالملايين، دي حاجه يعني تجنن. ده بيتقام عليها ايام معينه. ده في حاجه كمان مثلا في المانيا، تمام، البلد كلها بتشتغل على ال10 ايام اللي فيها الذكرى بتاعه ظهور العذراء في البلد دي. وبص بيجي لها ناس من العالم كله، واحنا عايزين فكره الترويج هي اللي عامله لنا مشكله. التواصل مع اخر، انا سمعت ان في رجال اعمال، وكنا فعلا حاضرين الكلام ده لولا حكايه كورونا بتاع الصفراء اسمها ايه، في اللي حصلت في باريس، المظاهرات اللي حصلت، مظبوط، كان السترات الصفراء مظبوط. كان وقتها كان في رجال اعمال متكفلين بالموضوع عشان يعملوا دعايه، واخدين المسرحيات بالشباب المصري بكل حاجه ونقلنا هناك، وعامل دعوات كبيره جدا لكتابنا والصحفيين بتوعنا ورجال الاعمال وكله عشان يحضروا مسرحيه. ده نوع من الترويج كان هايل جدا، بانه كان عايز يروح بيه ايطاليا وفرنسا ويلف العالم. فدي كانت حاجه احنا نفسنا أنا مستعد وموافق لأي بلد في العالم عندها مجموعة ترويج، شركات سياحة أو صحفيين أو يقدروا يهتموا بالملف ده، احنا نستضيفهم. يجيبوا الطيارة بس. عرفت إن في لجان كتير جت وشافت نقاط التحركات، بس التحرك اللي بعد كده، المشكلة بقى في التحرك اللي بعد كده. يعني احنا فعلا عندنا مشكلة في الماركتينج لغاية دلوقتي. ماركتينج نمبر 1. يعني انا متهيألي ان رجال الاعمال اللي حضرتك بتتكلمي عليهم والمجتمع المدني والشركات السياحه اللي هم المفروض يكونوا مهتمين بالقصه دي اهم بكتير قوي من، انا في رايي وده ممكن يكون ناس كتير مختلفه معايا فيه، اهم من ان يكون في معرض سياحي نروح نحضره ونعمل ستاند ونقعد نتكلم بستاند ونوزع بروشورات. صاله مصريه. لا، دعوه الناس دي وانهم تيجي تشوف بعينها وتكتب لما ترجع لبلدها. وتكتب صحيح، لما ترجع، مهم قوي. هو ده المهم. وخصوصا ان احنا مش ناقصنا حاجه، بنيه تحتيه موجوده، ناس، والنقاط نفسها، وحصل وعي في الاماكن دي واهتمام ببنيه تحتيه. لا بصراحه في شغل كويس وحصل، يعتبر في وقت قليل، كان وقت صعب كمان كورونا. بالظبط. خلينا نتكلم على حكايه الرحله المجمعه لانها عجباني قوي. اولا احكي لنا الاردن فيها ايه كمان، لان انا عارفه دايما الناس اللي بتروح القدس بيروحوا برضو رحله كده للاردن. المختص طبعا، مختص سيد المسيح ده مكان برضو مهم جدا. المكان اللي اتعمل فيه سيد المسيح، فده برضو مربوط مع نقط الحج، مع انها ممكن تحصل برضو في فلسطين. يعني حضرتك هو مجرد مجرى مائي صغير ما يتعداش ال 60 متر او 50 متر. فالنقطه هنا او هنا، وده اللي بيحصل في عيد الغطاس. احنا خلاص قربنا على عيد الغطاس الاسبوع الجاي ان شاء الله، كل سنه وانتم طيبين. بيحصل ان بيبقى في الكنيسه القبطيه في ناحيه الاردن والكنيسه القبطيه في ناحيه فلسطين. بيعملوا قداس مجمع من الناحيه دي والناحيه دي كانهم قاعدين في كنيسه واحده. كويس قوي. ده برضو جديد طبعا.
فكره رائعه. بنتكلم ثم فلسطين. الاردن شاطرين كمان في التسويق كويس قوي. جدا جدا. مش عايز اقول ما بيزهقوش. لا يعني حتى هم بانيين شغل كتير قوي على حكايه البحر الميت، واعتقد جدا. حتى اللي رايح الاردن، بما انك بتتكلم على انه المغطس ممتد من فلسطين، فالناس ممكن تبقى ما تضطرش تروح الاردن، لكن بيروحوا الاردن لان هم عاملين دعايه كويسه قوي للبحر الميت ومنتجات البحر الميت وفكره السياحه الصحيه هم مسهلين. والمديتيشن. يعني الدولة التانية مش مسهلة، ولا تأشيرات صعبة، موافقات صعبة، فيزا صعبة، مش عارف ايه صعبة، لكن هم في الأردن شاطرين. فاتحين الأبواب. التأشيرة سهلة والفيزا سهلة وفي زيارات سهلة، وهم بصراحة الحقيقة حتى على المختص عاملين لكل طائفة كنيسة. يعني الكاثوليك، أرثوذكس، أرمن، بتاع هيروحوا يلاقوا كنيستهم على المختص، بانيين على المختص كنايس ملفوفه في نفس المنطقه. كويس جدا. يعني نتمنى وبنحلم، انا عارفه انه ممكن يكون صعب فكره التجميع، ان احنا اللي بيروح الحج يبقى الابواب مفتوحه له، اللي بيروح المقدس او القدس يبقى الابواب مفتوحه انه يجي يعمل زياره لمصر، لان ده اعتقد ده المستهدف بتاعنا الاول. طبعا. إيه؟ طبعا. زي ما البابا فرانسيس قال. بابا فرانسيس اليونسكو اعترفت، حطتها على المسار الانساني، واحنا خلاص كل حاجه دول المستهدفين اللي جاي يحج لازم يعدي على النقاط بتاعتنا. ده مفروض وده مفروض ان يحصل ما بين شركات السياحه هنا وشركات السياحه هناك. وده حصل ان في اتفاقيات بروتوكول بيحصل ما بين شركات السياحه اللي هناك واللي هنا، استبدال. يعني انا ممكن كشركه سياحه هناك اعرض وانا بسوق في امريكا ولا في استراليا، اعرض زياره مصر، وانت اعرض لي زياره بقيه تكمله رحله العائله، او رجعت وصول العائله المقدسه ازاي ورجوعها ازاي. يعني جت عن احنا قلنا الرحله دي ممكن تاخد وقت قد ايه؟ 10 اصلا أيام. الثانيه بتاخد قد ايه اللي بيروح 5 أيام. القدس؟ 5 أيام المفروض. واحنا عندنا 10 عشان طبعا مسافات طويله قوي. واحنا عندنا 10 عشان مسافات طويله قوي. فيبقى اسبوعين تعمل الرحله دي 15 يوم تخلصها. هناك 5 أيام كويسين قوي، كافيين جدا. وده يعتبر في الوقت بتاع عيد القيامه. عيد القيامه بص حضرتك دايما لا جو كويس جدا. الجو زي جو اسكندريه بيبقى، او جو مصر يعني. انا قصدي مش طول السنه الجو وقت عيد القيامه بيبقى الدنيا. بص حضرتك هو يقال انه في عيد القيامه بيبقى في زحمه، ده كلام مش مظبوط جدا. لان ما بنتجمعش في مكان واحد في وقت واحد، هو بس يوم السبت اللي هو ليله العيد هو ده اللي بيكون في مكان، بس في نفس الوقت هو متوزعين على جميع الاماكن. كويس. يعني ما بيقعدوش في مكان واحد. نقدر نقول ان بتتكلم على رحله انه 15 يوم. 15 يوم ان احنا 10 ايام، لان زي ما حضرتك قلتي احنا مسافتنا طويله. هم 5 ايام كافيين قوي عندهم. حتى لو اتعملت بره الاسبوع الالام، بره عيد القيامه، ما هو احنا كمصريين او كشرقيين بنحب قوي الطقوس تتم في مواعيدها. يعني احنا نعمل مثلا ال 14 مرحله يوم الجمعة العظيمة، نشوف سبت النور، نشوف مثلا خميس العهد نحضره في نفس المكان اللي كان بيتعمل فيه الخميس العهد. لكن كرحلة طول السنة هي ممكن تعمل للخارجي اللي جايين من الخارج بنفس المزارات، بس ما فيش طقوس بتاعت نفس اليوم. وما افتكرش ده مأصلي. احنا نحب الحاجة تبقى في وقتها، او يعني تبقى قريبة من وقتها. في وقتها مظبوط يعني. كويس. وده بالنسبه لنا كحج. هم بالنسبه لهم زياره وحج. دلوقتي ايه النقاط اللي لسه ما اتفتحتش لغايه دلوقتي؟ يعني انا كنت سامعه انه السنه دي شهر 1 وشهر 2 هيبقى خلاص. هي المنيا خلاص كده اتفتحت. هو فاضل طبعا العريش. ودي يعني اعتقد هتاخد وقت لسه دي هتاخد وقت طبعا. وادي النطرون خلاص من زمان، وادي النطرون مفتوحه من زمان. جبل الطير خلاص. هو جبل الطير، ما هي جبل الطير اللي هي المنيا. في شغل في حته ثانيه في المنيا، دير الجرنوس ديت، في شغل لسه يعني بيتعمل. على فكره كان بيتسفلت من اسبوعين. لا في اماكن خلاص. هو انا اعتقد ان وقت المتحف الكبير لما يفتح بيتهيألي هيكون الكلام ده خلص، فتبقى كل الدنيا بتفتح في وقت واحد. يا ريت تبقى رائعه. حتى الدعايه تبقى ايه المشكلات؟ لان انا سامعه ان في بعض الرجال الاعمال اللي اشتغلوا في الملف ده زعلانين، او حاسين ان لسه في حاجات ناقصه، حاسين ان لسه في حاجات معينه صغيره لكن حاجات لسه تضايق. هل انت شايف كده، او حاسس انه لا انا ايه اللي شايف الشغل بينقص الرحله دي عشان تتم؟ فما ينفعش الشغل كتير، لان احنا بنبني بنيه تحتيه من اول وجديد. احنا بنبني طرق وبنبني مسافات وبنبني ما هو ما ينفعش ابني كل ده واستعجل. يعني ما هوش
لا لا، انا شايف ان الدنيا ماشيه كويس. نتمنى ان السنه الجايه في اللقاء اللي جاي باذن الله يعني نكون جايين نقول ان الرحله دي شغاله. هي هتبقى بدايه عجله، تحرك العجله كده، وبعد شويه هتلاقي كل شويه في اضافات، كل شويه هتلاقي في هو جديد. لغايه دلوقتي ماشيه حبه حبه، نقطه نقطه. ومجموعات قليله بتيجي من وقت للتاني. كويس. يعني لسه المستهدف ما ما مشيش رغم ان حطيناش المنتج الرقم طبعا. فريد. وده ممكن يجيب لنا ملايين من السياح طبعا لوحده. منتج ما عنديش غيره يعني، معلش ما احنا لسه مفيش غيره في ما العالم. فيش غيره في العالم. صحيح. المكان الوحيد اللي زاره السيد المسيح في العالم، المكان الوحيد اللي العائله المقدسه قعدت فيه، وقعدت فيه مش لا، يوم ولا اتنين. وسامعين قصص التراث فيما يخص الموضوع ده كتير، والايقونات اللي اترسمت على الموضوع ده رائعه وكتير. واماكنها كتير جدا، وهيبقى في تنميه مستدامه في كل الاماكن. كل الاماكن اللي حواليها دي انا شايف انها تنميه للناس اللي عايشه. يعني مش بس شركات السياحه، ومش بس التوريتور، ومش بس التور ليدر، مش بس الجايد، مش بس السواق، لا، الناس اللي حوالينها. لا 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 هي يعني خطوه اتخذت خطوات كتير، بنقول مبروك لمصر كلها. مبروك. وزي ما حضرتك قلت ان المهم قوي واللي يمكن الشركات تتبرع بيه ورجال الاعمال يتبرعوا بيه، فكره دعوه قساوسه، دعوه رهبان، دعوه الناس من العالم المسيحي كله يجوا يشوفوا النقاط بتاعتنا دي، واعتقد هم نفسهم هيبقوا افضل ترويج لمصر. على فكره هو حصل شويه مع طبعا ازمه الكورونا وازمه طبعا يعني وقفت كل حاجه. اثرت. معلش احنا مرينا برضو بنطلع من نقطه معلش نقع في ضغط. معلش بس انا شايف ان احنا شويه صبر، والقياده السياسيه بقياده الكنيسه طبعا. بقياده بوزاره السياحه، كل الكلام ده ورجال اعمال، عايزين المجتمع يعملوا، ورجال المدني. اعمال والمجتمع المدني عايزين يعملوا بوشنج لده. وانا شايف ان لو تم ده ان شاء الله باذن الله هنكون فعلا يعني وصلنا لحاجه كويسه باذن الله. والفكره اللي انتوا طارحينها، وانا حاسه انها قريبه من التنفيذ، ممكن يكون فيها شويه بيروقراطيه، ممكن يكون فيها شويه تخوفات امنيه، ممكن يكون فيها شويه نقص ترتيب وتنسيق، لكن هي فكره ممتازه، ونتمنى ان شاء الله نشوفها بشكل كبير وبارقام كبيره جدا. فكره ان يحصل نوع من الرحلات المجمعه لاكثر من دوله، دي هتبقى ممتازه طبعا جدا فيما طبعا يخص رحله طبعا المقدسه. ان شاء الله. انت إن شاء الله. نورتنا ميرسي. واسعدتنا، وبنقول مره تانية كل سنه وانت كل سنه طيب وحضرتك الاول. طيبه وان شاء الله كده من اعياد لاعياد يا رب في يا صحه رب دايما، وسعاده يعني. يا رب دايما. كان معانا الاستاذ جورج اندراوس، الخبير السياحي وعضو غرفه شركات سياحه. اتكلمنا عن نقاط زياره رحله العائله المقدسه لمصر، وان شاء الله قريب جدا هنفتتحها. بتمنى، انا مش عارفه الموضوع ده ينفع ولا لا، بس بتمنى ان الرحله دي تبقى مفتوحه لكل المصريين. لو مش هتبتدي كده دلوقتي بنتمنى لقدام شويه، لان انا اولادي عايزين يروحوا، انا عايزه اروح، مصريين كتير عايزين يروحوا، لان ده حاجه، ده زي ما بنقول مشروع قومي، ما بيخش مسيحيين بس، ما بيخصش مسيحيين في العالم بس، بيخصنا كمصريين بشكل نمره واحد يعني. وده هيفتح مجالات كتير قوي، فان شاء الله تتفتح للجميع. انا بشكركم، وبشكر طبعا استاذ جورج، كل سنه وانتم طيبين، ونشوفكم ان شاء الله على الحلقه الجايه.